نتكلم النهارده عن برج العقرب. حان الآن موعد فقرة برج العقرب مع العالمة الفيزيائية بتاعتنا الفلكية هدير مصر. هنتكلم عن برج العقرب. نتكلم بقى شوية يا محمد عن برج العقرب. عايزين نعرف بقى برج العقرب بخصائصه والكلام. احنا عندنا يعني زمايلنا هنا كمان برج العقرب. منى قاسم برج العقرب. احنا بنوجه لها تحية وشكر لو بتسمعنا دلوقتي. 50 طلقة بقى الأمنية قاسم النهارده عشان برج العقرب. برج العقرب في البداية هو البرج الثامن من مسار الشمس الأبراج، بتمر من خلاله الشمس يا محمد في الفترة ما بين 24 أكتوبر ل 22 نوفمبر. نفسي أعرف بس ثانية بس، بما إنك بقى بتحب الأبراج والكلام ده، إيه بقى بتمر الشمس من أمامه والأبراج الفلكية؟ هم بيبقوا الأبراج يا محمد، الأبراج الفلكية بيبقوا مقسمينها أبراج ونجوم وكواكب وحاجات فلكية. بيبقى لما الشمس بتمر ما بين مثلا الأبراج المعينة دي ما بين الفترة ما بين 24 أكتوبر ل 22 نوفمبر، ده بيعتبروه برج العقرب. البرج ده يعتبر برج مائي. برج مائي مش مائي يعني. لا برج مائي من الابراج المائيه. لا مش كده يا محمد عشان وقت برنامجنا. انا هديكي 3 دقايق سماح خلاص. بيحب الالوان الغامقه زي الاسود والاحمر الداكن. مولود برج العقرب انسان موزون وهادي لحد كبير. هدوءه ده بيخفي وراه قلب مليان بكل العواطف والاحاسيس. بيعرف يخبي مشاعره كويس قوي، ما يقدرش وما بيظهرهاش الا لما تكون مشاعره على اخرها. بيتميز العقرب بانه عاطفي وعنيد وصديق وفي للغايه. كمان بيحب الحقيقه وبيكون على حق، وبيحب يكون دايما على حق، وبيحب اصدقائه. احاسيس العقرب دايما بتكون حقيقيه، بتخليه غيور وكتوم، وبيخليهوش يثق في احد بسهوله. بيكره الخيانه والتشاؤم والفضايح. بيحب الاماكن المظلمه، وبيحب الالوان الداكنه اللي بتحسسه ان مشاعره هاديه. عايزين نعرف بقى برج العقرب في الحب والغيره. في الحب والغيره برج العقرب من الابراج. انا بحب جدا برج العقرب. تحس ان هو من بعيد برج قاسي، بس هو من جواه كشخص ولا لا البرج نفسه. البرج نفسه بحسب انت كشخص بتحب برج العقرب. لا البرج نفسه فعلا من الابراج بعد الاسد من الابراج القويه جدا. برج العقرب في الحب. عايزين نعرف بقى العقرب في الحب. عايزين نعرف يعني كل مستمعينا واصدقائنا وزميلتنا منى قاسم. هنتكلم عن الحب. معانا فقره الحب مع هدير محسن. نقول ان العقرب بتاع نظرات وكلام عيون، بيوصل بيها رسائل وبيستلم بيها رسائله. لما بيحب بجد، بيتعلق جدا، وبيكون همه كل ده، ويكون همه حبيبه في الدنيا، رغم انه مش بيبين ده كتير لانه بيخاف على كرامته، بس عيونه فتحاه وبيحس دايما بحبيبه. غيرة العقرب بقى. غيرة العقرب من اكتر الابراج معروفة بالغيرة. مهم جدا انه بيثق فيك وبيكون بوضوحك التام معاه وعدم تحوير الكلام. العقرب في علاقة الحب او الزواج معروف بانه غيور جدا حتى لو لسه في حالة اعجاب، وده لان بيرجع لسبب حبه للامتلاك. وكمان بيتعرض للغيرة بسهولة بسبب شكوكه وإحساسه. شكوكه موصل؟ لا ولا شكوكه إيه يا محمد ده شكوكه يعني his doubts، دايما بيشك. اوكي شكوكه وأحاسيسه ان دايما بيحس ان كل حاجة بيشك فيها دايما تطلع الصح ولا تطلع غلط. وقتها بيراقبك كويس جدا وبيفتح لك تحقيق غير مباشر. هو ده الحب والغيرة في برج العقرب. برج العقرب. طب ازاي بقى كنا انا قاعد كده اعرف اللي قدامي ده عقرب؟ عقرب اعرف ازاي؟ بعمل تصحيح العقرب. بعد اول مقابله ليك مع برج العقرب هتعرفوا ازاي. هيكون انطباعك عنه انه شخصيه قويه وبسيطه في نفس الوقت. اوكي بيحب يعمل عليك مخبر، وكمان بيخمن حاجات عنك بشكل مش مباشر. بيخمن يس. عنده الحاسه عنده كامله خالص. بيهتم بكل حاجه بتقولها وكأنها موجهة ليه. بيركز معاك وبيسمعك كويس جدا بطريقة تخليك يا إما تكرهه أو تحبه، ما عندوش حل وسط. بس الحقيقة بقى عايزين نعرف الحقيقة عشان ما نظلمش برج العقرب. برج العقرب إنه فعلا بيحب يعرف كل حاجة عنك، بس ده لأنه بيتوقع بمخه حاجات وعايز يشوفها صح ولا غلط. بيحب الألغاز قوي وبيعتبرها إنها بتحلي القعدة. مبهم. بيحب نقدر نقول كده إن هو برج فضولي، بيحب الألغاز. طب ازاي بقى بيشوف نفسه كده؟ يعني هو فاكر نفسه ايه يعني؟ برج العقرب دايما بيقول لنفسه ان هو بصراحة كده انا مش بيهمني انت شايفني ازاي، لانك لو فهمتني صح هتشوفني صح ومش هتحكم عليا غلط الا لو مش عارفني كويس. احيانا بيحس نفسه حد معقد، واحيانا بيحس ان هو حد ابسط من البساطة، بس بيحب الاهتمام. العقرب بيقول اهتم انك تحبيني وتعرفني زي ما انا بهتم بيك،
تلاقي طريقه ما بيننا نعرف نوصل بيها لبعض. طب احنا ما قلناش سلبيات العقرب يا محمد. سلبياته وبعد ده احنا قلنا لسه في سلبيات مبهم حد بيحبه. لا برج العقرب معروف عنه ان هو عنيد وانتقامي. انتقامي معلش يا موني بقى يا عيني عليك يا موني. يعني كمان سلبياته من احدى سلبياته البروده، سريع الغضب، عنيف الطباع احيانا. كلمه بقى امنيه زميلتنا وهي برج العقرب، عايزين نعرف بقى خصائص. طب احنا نقول ايجابياتها بالمره. لا انا عايز بقى اعرف خصائص فتاه برج العقرب. اوكي وعايزين بقى نشوف كل فتيات برج العقرب يبعتوا لنا هل فعلا صح الكلام ده بينطبق عليهم ولا لا. هينطبق هنقول حاجه. فتاه برج العقرب هي فتاه كلها غموض وكبرياء. عنوانها كرامه، عندها كرامه كمان بتكفي العالم، ما بتحبش تبين مشاعرها ولا تبين حزنها لحد. الاهم من كل ده انها بتحب تكون قويه وتحب كمان تبين ده. تشوفها تفتكر انها ما تقدرش تتحمل مسؤوليه، لكن الحقيقه وقت الجد هتلاقيها اجدع حد في الدنيا. بترفض انها تبان مهزومه قدام الناس، كرامتها زي ما قلت لك فوق كل حاجه. دي كانت فتاه برج العقرب. بتحب تحافظ على كرامتها جدا جدا. طب ازاي يعني ازاي عايز اقرب من العقرب؟ يعني في عقرب قدامك عايز اقرب منه، لو حابب تقرب من برج العقرب اعمل فيه ايه بقى؟ اول حاجه تخليك شيك وانيق، ما تبقاش مبهدل. لو حابب تقرب من برج العقرب بيحب الشياكه وبيحب الجمال. تناقشه باي موضوع يفتحه، تعارضه بس باحترام، تعارضه على الخفيف، يعني ما بيحبش المعارضه قوي. باين له انك مثقف وفاهم كل حاجه هو بيقولها. لما تتكلم معاه ركز عينيك في عينه، حسسه انك فاهمه. حسسه انك فاهمه. مش فاهم مش فاهم حاجه من انت لو عايز تقرب من العقرب. ايه شكلك تعرف حد عقرب؟ يا ريت والله، يا ريت. محمد من اول ما بدأنا فقره الابراج كل ما اسالك تعرف حد حوت تقولي لا، تعرف حد اسد اقول لك لا. ما تسالش ما استهلوش. اوكي ماشي. لا بس في ناس كتير جدا بتهتم بالابراج. لا. انت ممكن تبقى شايف ان هي حاجه مش مهمه. اتفاجئ بعد كذا، يعني كذا حد يقول لي انت برج ايه ولا برج زي ايه، ما بحبوش مش عارف ايه، ما بحبوش زي ما يستاهلوش. ما بحبوش. ده حسن الشافعي مؤثر جدا علينا. تعال نكمل. ما تقولش حاجات كتير شخصيه عن نفسك، ابعد شويه، ما تبقاش قدامه على طول. بيحب شكله التقل برج العقرب. لو لقيت كلامه قليل ما تسالش كتير، حسسه ان ليك حدود وحاجات سريه في حياتك. خلي كلامك واضح وقليل، ما ترغيش كتير معاه. خليك تقيل، بلاش الاهتمام المبالغ. العقرب ما بيحبش الاهتمام المبالغ فيه. هزر معاه بس اوعى تقلبها مسخره. حلوه الاخيره. ما بيجيش بالضغط، حتى لو ما استحملكش ابعد عنه. بلاش اسئله كتير زي كنت فين ورايح فين وجايه منين وهتروحي تعملي ايه. ما بيحبش الاسئله كتير. ما تكدبش عليه لانه هيعرف. ازاي طيب؟ قد كده في كل حاجه. العقرب معروف عنه ان هو بيحب يبين للناس انه مش فاهم كل حاجه، فاهم كل حاجه، بس هو فاهم كل حاجه. ابو العريف يعني يا امنيه ابو العريف. طب ليه كده؟ الفقره بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها وانتي مصطنعه دي هنهلنا دي. ايوه هي دي. عايزين نعرف بقى الشوكولاته اللي بتشبه برج العقرب، يا رب تبقى شوكولاته حلوه. شوكولاته سنيكرز فول سوداني وكراميل ايوه طاقه. الشوكولاته اللي شبه شخصيه برج العقرب، من بره ومن بعيد هتفتكره زي اي حد. ممكن تفتكره تقليدي قاسي، ممكن كمان تفتكره طيب بزياده، بس هتفرق معاه بالتعامل. العقرب لازم تعرفه بنفسك علشان تقدر ان انت تحكم عليه. زي سنيكرز بالظبط، من بعيد شوكولاته زي اي شوكولاته، بتفتكرها انها شوكولاته زي اي شوكولاته. بس الكراميل والسوداني هتشوفهم في العقرب زي قوته مخلوطه بضعفه وقسوته بحنانه. هتعرف كمان الاتنين ما ينفعوش ينفصلوا. يعني ممكن العقرب هتلاقيه بيجمع او بيجتمع ما بين شخصيتين. ممكن تلاقيه حنين وقاسي في نفس الوقت، تلاقيه طيب وتلاقيه شرير سبحان الله في نفس الوقت. بس دي حاجه من سمات برج العقرب، يعني الاتنين دول او الحاجتين دول فيه مع بعض ما بينفصلوش. طب هو لو برج العقرب ده غلط ازاي او غلطت معاه؟ يعني غلطت فيه لا انت كده بتلعب في عداد عمرك. ازاي اعتذر؟ لا انت كده بتلعب في عداد عمرك. لو زعلت برج العقرب، يعني نصيحه مننا ابدا ما نزعلش زميلتنا. انا ماليش دعوه باغنيه، بيجيب الكلام عن لو حبيت ان انت تعتذر لبرج العقرب بعد لما انت تزعله، الاعتذار ليه صعب لان المسامحه مش بسهوله عنده.
من الابراج الانتقاميه زي ما قلت لك، يعتبر برج انتقامي بيحب الانتقام دايما. من الصعب انه ينسى خطأك حتى عند مسامحتك ليه، حتى عند مسامحته هو ليك. فأقرب فرصة بيعيد غلطك وبيفتكره مرة تانية وبيفكرك بكل أخطائك. الوضوح بيفرق جدا معاه. الأهم من الاعتذار إنك ما تكررش أي شيء بيضايقه أو يجرح كرامته. حاول تثبت له حسن شخصيتك بمرور الوقت ومرور الأيام معاه. اخر حاجه معانا بقى، اخر حاجه معانا. طب احنا قبل ما نقول اخر حاجه معانا يا محمد، معانا ايه يا محمد؟ انت قلت ايه بقى؟ اخر حاجه معانا يا محمد، احنا عايزين نقول ايجابيات العقرب ما قلناهاش. عنده ذكاء خارق. ذكاء عشان ما حدش يستهون برج العقرب. طول عمري بقول عليك كده يا منى. عنده اخلاص شديد فعلا. عنده صبر واحتمال، شجاع، وعنده سرعه بديهه. برج عنيد جدا كمان، بس ده مش الايجابيات يعني، ده من الخصائص بتاعته. اخر حاجه صاحبك. اخر حاجه عايز تعرف ايه يا محمد؟ صاحبك من برج العقرب. صاحبك من برج العقرب. هتعرف ازاي صاحبك لو برج العقرب؟ هتعرفه ان هو ده الصديق اللي هتاخد وقت لغايه ما تكسب صداقته وثقته. هيسمع منك اكتر ما هيحكي لك، لان في اسرار عنده ما يعرفهاش حد غيره. هو كمان اللي هيخاف وهيقلق عليك من اي خطوه جديده ومش مضمونه في حياتك. هو برضو نفس الشخص اللي هيقلب كلامه. الراجل كبير عنده خبرات في الحياه، وكمان هيبقى صعب عليك انك تفهمه. هو كمان نفس الشخص اللي هيجيلك علشان تحتويه، وهو الشخص الهادي اللي ممكن يتعصب عليك فجأة. هو اللي هيفهمك من عينيك من غير كلام ويفضل صاحبك. كده خلاص؟ لا، معانا كمان الابراج المتوافقه مع برج العقرب. ايوه بقى، الابراج المتوافقه معاك 3 دقايق. 3 دقايق يس. نقول بسرعه كده، نحاول بسرعه. حاجه الابراج المتوافقه مع برج العقرب، عشان كل اتنين مش متوافقين مع بعض مش لا مش الدرجه دي برضو يا محمد. لا، في ناس عندها القناعه دي. لا والله عارفهم. لا صدقني والله عارفهم. لا طبعا، اي حد لو عنده القناعه دي لازم يعني انا انصحه ان هو يغير وجهه نظره، لان دي حاجه مش طبيعيه او حاجه مش واقعيه. ممكن، بس في ناس كده بتقفلك كده، انت برج مش عارف ايه. ممكن يكون يعني لان مثلا شايف صفاته فعلا بتبقى موجوده في، يعني الصفات الوحشه اللي فيه مثلا موجوده في معظم الاشخاص اللي من البرج ده. مش كلهم. طيب اوكي، احنا عايزين نقول بسرعه كده ونعرف التوافقات مع بقيه الابراج. اهم الابراج اللي بتتوافق بشكل كبير جدا مع العقرب. الثور ده من افضل العلاقات العاطفيه اللي ممكن تتوافق معاه برج العقرب. الثور. السرطان كمان فيه علاقه ممتازه، بيتوافق كمان مع العذراء والجدي والحوت. عايزين نعرف كمان توافقكم يعني بشكل مفصل شويه يعني، عشان وقت حلقتنا قرب يخلص بسرعة. العقرب، توافق البرج العقرب مع مواليد برج الحمل. برج العقرب يعتمد في علاقته على مدار حفاظ الشخص على ثقته. بيحب كمان يخلي باله من الثقه، بيلفت نظر اللي قدامه للثقه دي، ما بيبوحش باي سر. مواليد الحمل ما بيقدروش يحظوا بثقه العقرب. هما ناس دايما معروفه عنهم انهم مندفعين، تاخدهم الحماسه، كمان ممكن يقولوا اي حاجه، ده كمان بتزعل العقرب منهم. برج العقرب مع الثور زي ما قلنا من افضل العلاقات العاطفيه على الاطلاق، بشرط حفاظ كل منهم على حدود معينه في العلاقه. مواليد برج الثور معروف معروف على احتوائه باستغلال عامل الوقت والصبر طويل. العقرب مع مواليد برج الجوزاء بسرعه كده، عايزين نقول ان هي علاقه فاشله بامتياز. لان مواليد برج العقرب لديهم شكوك وظنون، ما بيثقوش في حد بسهوله. شكوك ايوه، مرة صلحتيها. انا قصدي شكوكه يعني هيز داوتس، شكوكه هو. اوكي، شكوكه هو مش شكوكه هو. ولا يثقون بسهوله في مواليد برج الجوزاء. الجوزاء قلبهم بيسع من الحبايب 1000 زي ما بيقولوا كده. دي حاجه ما بتخليش برج العقرب يثقوا فيهم. طبعا برج العقرب ما بيقدرش ان هو يتفهم حاجه زي دي، ما بيتقبلوش غيرهم في نفس المكان ابدا. تقدر ان هو ممكن نقول اناني سنه. برج العقرب مع السرطان بسرعه علاقه جيده. برج العقرب مع مواليد برج الاسد علاقه صعبه وسلبيه. مواليد برج الاسد دايما بيحبوا يكون حواليهم معجبين، ده ما بيعجبش برج العقرب. بيحب مواليد برج العقرب، بيشوفهم مغرورين ومعتزين بنفسهم جدا. برج العقرب مع العذراء علاقة قوية جدا، فكل الطرفين بيكمل منهم الآخر، ويستطيع كل منهم أن يصبح صديق ومستمع جيد للآخر. برج العقرب مع مواليد برج الميزان علاقة متوترة، بيحمل فيها كل برج بعض الضغائن. ليه كده؟ ضغائن ليه كده؟
الناس دي مش طيبه. كل واحد بيشوف انا بدات اقفل من العقرب. كل واحد بيشوف اللي قدامه شخص غير مناسب. ليه كده؟ ليه ده حتى موني جميله 10 ويجد 9 شخص غير مناسب. استنى بس. 8 توافق برج 7 العقرب مع نفسهم يا محمد. 5 علاقه تستمر فتره 4 طويله. 3 كمل يا محمد انت. 2 1 خلاص وبكده نكون خلصنا خلصنا طب وكده احنا نكون خلصنا طب فكره ابراج معانا. طب نقول يا محمد. لا لسه نقول اخر حاجه بسرعه. خلاص. توافق برج العقرب مع مواليد برج الدلو. بسرعة. علاقه امومه جيده لو ارتبط مولود العقرب بمولود الدلو، لكن في حاله العلاقات الاعتياديه فهي علاقه صعبه وفاشله. فاشله. انا بقى بعد الكلام اللي هي قالته ده كله مش مم. داخل ذمتي باي حاجه ليه كده يا محمد؟ ولا فاهم في اي حاجه. طب احنا يعني هنبعت لمستمعينا نقول لهم اي حد برج العقرب شايف نفسه او شايف الكلام ده صح بنسبه قد ايه. معظم الناس بتشوف ان هو صح بنسبه كبيره جدا. انا ده من وجهه نظري، حتى انا شخصيا ببقى شايفه ان هو صح بنسبه كبيره جدا. انا هحاول اقول بقى كل الناس اللي قالت عليهم دلوقتي الابراج اللي بتتوافقش ولا بتتوافق مع برج العقرب. لا ملهاش علاقه. انا هطلع باغنيه عشان الناس بس ايه ترفرف. طب ننهي حلقتنا يا محمد بس قبل ما نطلع. ننهي حلقتنا ما خلاص انا بكده نكون خلصنا فقره الابراج.